تعالوا النهاردة نعمل مع بعض وصفة صحية بالقرنبيط. طعمها وريحتها تجنن، وكمان سهلة وسريعة. أول حاجة كده معايا قرنبيطة صغيرة خالص، وزنها حوالي 350 أو 400 جرام. هقطع القرنبيطة قطع صغيرة خالص كده، الزهر بتاعها بس، وهقطعها زي ما انتوا شايفين كده. في طاسة على النار هحط معلقة من السمنة، معلقة كده كبيرة، وهجيب بصلاية متوسطة هقطعها مكعبات صغيرة جدا. هقلب البصلايه بقى كده على النار لحد ما تدبل معايا وتاخد لون اصفر. هجيب هنا قرنين من الفلفل الحامي، ممكن بنستبدله بفلفل بارد عادي جدا. هقلب برضو الفلفل مع البصل كده. اول ما البصل بقى ما ياخد لون، هجيب القرنبيط اللي انا قطعته، اللي هي زهر القرنبيط الصغير خالص، وهقلب بقى. هشوح الزهر بتاع القرنبيط مع البصل كده والفلفل لحد ما يبقى لون برضو يتشوح كده شوية ويبقى لونه اصفر. بعد كده اجيب نص كوبايه من الميه، وهجيب بقى واسوي بقى القرنبيط على البخار كده والميه لحد ما يستوي كده تماما. بعد كده بقى هظبط بقى الملح بتاعي، احط معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكزبره، وعصير نص ليمونه، وكمان شويه من البقدونس المفروم، واقلبهم بقى كده كويس قوي مع بعض. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي بتنفع للناس اللي بتعمل دايت وبتعمل وصفات صحيه، طعمها بجد خطير. دي نص معلقه صغيره على فكره من الشطه، للي حابب يحط شطه. بصوا، هي لحد كده الوصفه يعتبر خلصت، يعني كده ممكن احنا هنسوي القرنبيط بالطريقه دي وناكلها بالطريقه دي، نفضيها في طبق وناكلها كده عادي. اللي حابب ياكلها كده، في بقى طريقه بقى تانية انا عملتها، يعني زودتها تاني، عملت طريقه تانية. جبت 4 بيضات، حطيت عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وكمان رشه صغيره خالص بالملح والفلفل الاسود والكزبره والكمون والبابريكا. تمام. هقلب بقى التوابل كده مع البيض، وهجيب بقى القرنبيط اللي انا عملته ده، لو انا مش هاكلها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، هخليهم في الطاسه زي ما هما، وهنزل بالبيض ده على القرنبيط. دي طريقه تانية للي مش حابب ياكل القرنبيط بالطريقه الاولى اللي انا قلتها. هما الطريقتين كويسين، اللي يعجبه ياكله كده لوحده، واللي يعجبه ياكل الطريقه اللي هي بالبيض لوحده. الاتنين على فكره كويسين جدا وحلوين. شايفين بقى شكلهم عامل ازاي؟ هحط بقى كده على الوش هنا بصل اخضر. نقدر بقى ناخد قطعة كده، شريحة كده، نعملها في الساندوتش. هيبقى طعمه جميل. عايزة اقول لكم ان هو ده تغيير لوصفات القرنبيط، الناس بتزهق منه قوي. طعمها خطير، جربوها تعجبكم جدا جدا، واشوفكم على خير قريب في